حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم لو اول مره بتشوفوني. انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى هنكمل عزومه اول يوم رمضان، ده الجزء التاني. انا مرضتش اعمل الفيديو كله مره واحده عشان ما يبقاش طويل وممل، فقسمته على مرتين. زي ما انتم شايفين بقى، امبارح كانت طريقه المحشي بكل تكات وتفاصيله اللي تخليه معاكي طالع زي الزبده. النهارده بقى هنعمل الحمام بقى بكل تفاصيله، شايفه طالع تحفه ازاي، ومحشي بقى بالفريك تحت الجلد بقى ومن جوه، وطعمه في منتهى الجمال، واللون بقى الحلو ده بتاع التحمير ده اللي بيبقى في المطاعم. هقولك كل التريكات عشان يطلع معاكي بالجمال ده زي ما انتي شايفة. يلا بقى نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف المقادير والطريقة بتاعت وصفتنا النهاردة. اول حاجه بجيب الحمام بتاعي وابص فيه كويس جدا، لو فيه اي ريشه او فيه اي حاجه ابص كده اعيد عليه كله. وبعد كده بغسله كويس جدا جدا وبحطه في بوله فيها ميه، وبعصر فيها ليمون، واسيبه في الميه دي يتنقع كده شويه عشان ما يبقاش فيه اي ريحه او اي زفاره من اي نوع. مش بسيبه كتير، هي نص ساعه كده ولا حاجه، وبطلعه وبشطفه تاني كويس قوي. وكده يبقى الحمام بتاعي جاهز معايا. وهبدأ بقى في ان انا اتبله. تتبيلتي عبارة عن طماطم مبشورة، بصل مبشور، توم مفروم، وملح وفلفل اسود. بجيب بقى كده بولة وبنزل فيها بالبصل المبشور، يعني حوالي كده بصلاية حلوة كده متوسطة، وحوالي طماطميتين كده مبشورين، والثوم المفروم حوالي معلقة صغيرة، والملح والفلفل الاسود. الملح برضو حوالي نص معلقة صغيرة كده، والفلفل الاسود برضو حوالي نص معلقة صغيرة. اقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، وابدأ بقى في ان انا اتبل الحمام بتاعي. بتبل الحمام بقى من جوه الحمام كده، وتحت الجلد، ومن بره، ومن كل حتة في الحمام كده عشان ياخد الطعم والريحة بتاعة التتبيلة. تحت الجلد ده، انت لما بتشتري الحمام بتقولي للي بتشتري منه الحمام ان هو يفتحولي كده من تحت الجلد. ولو ما عملولكيش هو سهل جدا، بتدخلي صباعك كده بالراحة ايديكي، وتبدأي كده تفتحي تفصلي بين الجلد واللحم بالراحة جدا من غير ما يبوظ منك. بالراحة جدا، هو بيتعمل بمنتهى السهولة. بس كده تبلت بقى الحمام بتاعي كله بالشكل ده، واسيبه بقى شويه في التتبيله كده حوالي ساعه كده. وعبال ما يتبل معايا هعمل بقى الفريك. انا هنا عندي حوالي كوبايه كبيره من الفريك، ونزلت بيها كده في بوله وحطيت عليها ميه. واسيب بقى الفريك ده يتنقع كده شويه علشان يطرى معايا. لو انتي مستعجله بتحطي ميه سخنه، لو مش مستعجله بتحطي ميه عاديه من الحنفيه. بعد كده بقى الفريك بعد ما اتنقع معايا هعمل بقى الحشوة بتاعة الحمام. هروح بقى على البوتاجاز واحط كده معلقتين حلوين كده من السمنة البلدي، وانزل عليهم بالبصل المفروم، حوالي بصلتين كده متوسطين. واول ما البصل ياخد معايا لون ذهبي هنزل بجزراية كده او كبيرة مفرومة، او جزرتين صغيرين. بيدي طعم كده وتسكيرة حلوة قوي للفريك وللحشوة بتاعة الحمام. بعد كده الفريك بقى بعد ما اتنقع بصفيه كويس جدا من المية، وبعد كده بنزل بيه على طول على البصل والجزر واديله تشويحة بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده بصي بقى الفريك بعد ما تقلب بقى كده في البصل والجزر كده خلاص، ما بحطلوش ولا ميه ولا اي حاجه تاني. ده السر اللي بيخليه من جوه مفلفل وما يعجنش مني ابدا، بالتشويحه دي وبس، ما بحطلوش اي حاجه. بجيب بقى الحمام بتاعي وابدا بقى اخرج التتبيله اللي انا حطيتها من جوه، علشان خلاص هي الحمام اخد الطعم بتاعها. فببدا بقى في ان انا اشيلها كده، وببقى احشي بقى الحمام بتاعي من جوه زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. وكمان احشي تحت الجلد اهو كده، واحط بس ما بحطش كتير عشان الحمام ما يفرقعش مني، يعني ما بزودش قوي زيادة عن اللزوم، بحيث بس كده ان الحشوة تبقى جوه وتحت الجلد، بيبقى طعمها حلو جدا، وشكل الحمامية كده بيفرق وبيبقى حلو جدا جدا زي اللي بنشوفه في المطاعم بالظبط. ببدأ بقى حطيت كده القنصة بتاعة الحمام بقفل بيها على الفريك عشان ما يطلعش مني، والفتحة دي زي ما انتوا شايفين بقى بدخل رجل الحمامة فيها واعكسها بالشكل ده علشان تقفل على الفريك والحشوة بتاعتي ما تطلعش مني. زي ما انتوا شايفين كده حشيت تحت الجلد وحشيت الرقبة، وكده الحمام بتاعي بخلص الحشو بتاعه بيبقى جاهز معايا. بروح بقى على البوتاجاز، عندي حلة مية فيها مية سخنة كده بتغلي، وانزل عليها بملح وفلفل اسود، وابدأ بقى احط الحمام بتاعي. لازم المية تكون بتغلي يا جماعة، وبعد كده انزل فيها الحمام، ما ينفعش احطه على مية تكون باردة.
بس كده، وانزل بقى بالحمام بتاعي بالشكل ده. مجرد ما بحطه في المية هو بيقفل على طول، الجزء بتاع الرقبة ده بيقفل. ده بقية الحشوة او الجزء الحشو اللي انا طلعته من الحمام، بنزل بيه في الحلة واغطي عليه واسيبه يستوي. الحمام بياخد معايا ساعة بالظبط يا جماعة، ساعة بالظبط بيكون استوى معايا. اعرف منين ان هو استوى؟ الجناح بتاع الحمام كده باكسره، يعني باجي عليه كده، لو اتكسر معايا الحتة دي، بصي لو اتكسرت معايا كده يبقى كده الحمام بتاعي استوى. بعد كده بقى باخد الحمام ده، بكون حاطه كده طبق حاطه فيه لبن، مش كتير، حوالي كده ربع كوبايه، وبحط على اللبن ده ملح وفلفل اسود وادوبه كده كويس، وانزل بقى الحمام في اللبن ده، علشان اللبن ده هو اللي هيخلي لي لون الحمام احمر كده وحلو زي اللي بنشوفه في المطاعم بالظبط. ده سر اللون الحلو بتاع الحمام اللي بنجيبه من بره. وانزل بقى بسمنه بلدي كده في الطاسه بتاعتي، وانزل بقى بالحمام اللي انا سقطته في اللبن ده، وبطلعه بقى من اللبن على طول على السمنه. طبعا تكون السمنه بتاعتي سخنت كده وقدحت، وانزل بقى بالحمام. عايزه اقولك ما بياخدش وقت جدا، تخلي بالك مجرد ما بتحطيه بسرعه بتقلبيه على طول على الناحيه التانية، تفضلي تقلبي فيه بقى من كل الاتجاهات بالشكل ده، علشان يتحمر من كل الجوانب وياخد اللون، ويبقى كله متحمر وكله واخد لون واحد بالشكل ده. ويطلع بقى الحمام معايا ويبقى بالجمال ده واللون ده زي ما انتي شايفة معايا كده. عايزه اقولك طعمه بجد في منتهى الجمال. الحشوه حلوه جدا جدا، مفلفله كده ومش معجنه خالص. طبعا المحشي ده انا عملته لكم في الحلقه بتاعت امبارح اللي نزلت، الجزء الاول. وكمان عملت معاه ملوخية. الملوخية بتبقى حلوة جدا جدا مع الحمام ولايقة عليه جدا. لو عايزة طريقة الملوخية بالتفصيل هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وكمان هسيبلك اللينك بتاع الجزء الاول من الحلقة اللي هو تفاصيل والتركات بتاعة المحشي، عشان يطلع معاكي حلو جدا ومزبت بالشكل ده وطعمه في منتهى الجمال. شوية تركات كده هتعمليها، وطريقة تقطيع كمان سريعة جدا للكرنب، هتقطعيها في ثواني مش هتاخد معاكي اي وقت. كل التفاصيل دي هتعرفيها في الجزء الاول، وهسيبلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف هو كمان. والحمام بتاعنا بصي تحفة ازاي، شكله وطعمه عايزة اقولك في منتهى الجمال، وحشوة الفريك مفلفلة جدا جدا وخطيرة. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. وهستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم، لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. ويلا جربوا الحمام بطريقتي وان شاء الله هيعجبكم، انا واثقه انه هيعجبكم جدا جدا. يلا بقى يا حبايبي، باي باي، ونتقابل في فيديوهات جايه كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.